في آية وقفتني في القرآن ما شفتهاش إلا في الثورة. قبل الثورة ما كنتش فاهم معناها. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن ومشركون، هو مؤمن ومشرك لغاية ما شفت من يعبدون المرشد ومن يعبدون الشيخ ومن يعبدون كذا وكذا وكذا. أصلا جات لنا من أننا لا نعبد الله الواحد الأحد. هو مين الله؟ الله هو الحق. إنما نعبد مين؟ نعبد الباطل فزين لنا الشيطان أعمالنا فظننا أن القتل جهاد في سبيل الله. مين اللي حصر لك الجهاد في إنه قتل؟ يا أخي اللي بيتعلم ده مجاهد. اللي واقف ورا الكاميرا بيصورنا دلوقتي مجاهد لأنه وانت بتجاهد نفسك لما بتقاوم شهواتك أو رغباتك أو حبك للمال أو حبك للسلطة، ده جهاد. النزعة دي ربنا ذكرها في القرآن بيقول إيه؟ ليس بأمانيكم أنتوا المسلمين ولا أماني أهل الكتاب. كله تقعدي مع واحد مسلم يقول لك الجنة لينا. طب لما واحد يجي مسيحي يقول لك لا ما فيش مسيحي هيخش النار، هيخش الجنة، ولا يهودي الجنة للمسلمين بس. والمسيحي يقول كده واليهودي يقول كده والبوذي يقول كده، يقوم ربنا ردد عليهم يقول ايه؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. طيب واللي يعمل خير إنا لا نضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أنثى مؤمنة مسلمة مسيحية ربنا ما قالش. ده ربنا يقول ايه؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس مؤمنة يا رب ولا مش مؤمنة؟ انت عارفة ان ربنا سبحانه وتعالى هيعمل ايه؟ مش هيسألك حتى على فكرة انت امنتي بالنبي الفلاني ولا لا. صحيح. ربنا يشوف اعمالك. والله انا قلبي بيقول الكلام اللي حضرتك بتقوله، ويمكن انا شخصيا ممكن حتى في الحوارات على مستوى الاصدقاء اتهاجم، لانه ربنا فوق كل ده، اكبر من كل سطحيتنا وتفاهتنا. وربنا يوم القيامه يفعل ما يشاء ويغفر لمن يشاء، فما حدش يقدر يقر ويلزم ربنا. والله ربنا هيدخل المسلم بس الجنه والباقيين دول داخلين النار. انت عارفه يعني ايه معنى كلمه مسلم في القران الكريم؟ ربنا قال افنجعل المسلمين كالمجرمين. طب لو ضد الاسلام الكفر ما كان قال افنجعل المسلمين؟ ما قالش الكفار، قال مجرمين. ليه مجرمين؟ لانهم اجرموا في حق انفسهم وفي حق المجتمع. اما المسلم هو الذي سلم الناس من لسانه ويده، لكن اللي قطع الرقاب وبيهد الجيوش وبيحرق دول وبيخرب العمران ده اسمه ايه؟ ده مش مسلم. ده ربنا نهانا ان احنا نقاتل المسالم ولا نقول له يا كافر. عارفه ليه؟ حتى لو مش مسلم. مش الاسلام ليه معنيين: اسم ذات واسم صفة. اسم ذات اللي هو الدين الذي أنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسم صفة جاي من السلم والمسالمة. ربنا يقول ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. اللي يبدي لك السلام والمودة ولا يعني يعاديك ولا يصدر منه أي فعل عدواني، اعمل إيه؟ لا تقولوا له لست مؤمنا، بل هذا هو المؤمن الحقيقي الذي يؤمن بالله. وأنا هنا أسأل أيهما أقرب إلى الله؟ الذي قطع الرقاب أم مجدي يعقوب المسيحي الذي اخترع قلب بشري؟ صحيح. أنه توماس أديسون اللي عمل الكهرباء ونور المكان ده، ولا أبو بكر البغدادي، ولا الإخوان اللي بيدمروا أبراج الكهرباء وبيضلموا على الناس عيشتها؟ مين أقرب إلى الله؟ مين ربنا هيظلمهم كده؟ ده ربنا بيقول وما ربك بظلام للعبيد. العبيد كل الناس، ولا يظلم ربك أحدا. فهم فكروا ان هم معاهم توكيلات وصكوك غفران الجنة بتاعتنا. لا، الجنة للذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا بإيه؟ آمنوا بأن الله هو الحق وقيم الخير والعدل والسلام والمحبة والرحمة ولم يفسدوا في الأرض. ده أصلا احنا لو بصينا للقرآن الكريم هنكتشف ان احنا كنا في كارثة السنين اللي فاتت. انت عارفة حضرتك ان القرآن ما فيهوش بتر ليد السارق في القرآن؟ يعني لما ربنا بيقول فاقطعوا أيديهما، ليه ما قالش يديهما؟ ليه ايديهما؟ رغم ان هما اتنين، سارق وايه؟ وسارقه. ده القطع في اللغه ليس معناه البتر، ده معنوي مش حسي كمان. القطع هنا معناه ايه؟ مسكوا محمد عبد الله سارق وودوني للاسم. القاضي يقوم يقول لي يا محمد انت بتشتغل؟ اقول له لا يا سياده القاضي. حد الكفاف متوفر لك، لا يا سياده القاضي. يقوم القاضي عامل ايه؟ اعمله مرتب لمحمد عبد الله 500 جنيه ياكل بيه، يبقى ده اسمه ايه؟ قطع يده عن السرقه. صحيح. عشان كده القرآن الكريم يقول لك ايه؟ في الايد. كل الناس لما تسمع كلمه ايد تفكرها دي. ربنا يقول ايه؟ وداود ذو الايدي. ايدي هو داود عنده غير ايدين اتنين؟ يعني ايه؟ النفوذ والسلطه على كل شيء. صحيح. فكلمه ايد المعنويه هنا اقطع طريق المؤدي إلى السرقة. وقف
انت ما تخليش اعمل ايه، اعمل العداله الاجتماعيه وامنع كذا وكذا. هو ربنا لما قال في كتابه الكريم وكل انسان الزمناه طائره في عنقه، يعني بيقول لكل بني ادم مالكش دعوه برجال الدين بقى. ولما يتقال استفتي قلبك ولو افتوك، يعني خد العلم، لكن في نهايه الامر انت عندك روح وعندك قلب وعندك عقل تميز ما يقال لك. الفطره والضمير. الضمير هو صوت الله في الانسان. الفطره فطره الله التي فطر الناس، مش فطر المسلمين، فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. بالعكس بقى، ده رجال الدين هم اللي بيحرفوا الفطره. فطره الانسان بتقول له ما تقتلش، لكن ابن تيميه وابن مش عارف مين وحديث ايه وبتاع ايه يقول له امسك السيف وجز الرقبه. وحتى فاهمين الايات اللي ابتدوا لقطع الرقاب في القرآن. هو في القرآن. تأويل في القرآن اصلا يعني موصلنا للمشهد اللي احنا فيه من اساءة التأويل او التأول على الله، انه ده ربنا يقصد